عارف طيبتك دي هي اللي مخلية الناس كلها تستغل. انت عارف شعورك بالذنب ممكن يكون وسيلة ضغط قوية لتحقيق مصالح شخص تاني. كم مرة شعورك بالذنب خلاك تعمل حاجة انت مش عايز تعملها؟ طب كم خروجة رحتها عشان ما تحسش بالتقصير مع صاحبك؟ كم كلمة لأ كنت عايز تقولها وما قلتهاش، واخترت ان انت تقول لنفسك لأ عشان ما تحسش بالذنب لو اللي قدامك زعل؟ دي حيلة نفسية اسمها التلاعب بالذنب، وهي استراتيجية نفسية بنشوفها في مواقف كتير في حياتنا. بيستخدمها بعض الأشخاص عشان يخلوك تستجيب لمطالبهم من غير ما تحس. المتلاعب بيستغل شعورك بالمسؤولية الاجتماعية أو العاطفية ناحيته، فبيدوس على الحتة دي. كمان في دراسة عملتها جامعة هارفارد، الباحثين اتأكدوا إن الأشخاص بيكونوا عرضة للاستجابة للطلبات لما بيحسوا بالذنب، وده لأننا كبشر بنميل إن احنا نرضي غيرنا ونحاول نخفف عنهم أي مشاعر سلبية. المتلاعب الذكي هنا بيستغل ده لصالحه، وبيحسسك إنك لازم تعوضه أو تصلح موقفك حتى لو ما كنتش غلطان من الأساس. طب وإيه الحل؟ إزاي نواجه الحيلة دي؟ هنا بقى تيجي أهمية الوضوح وحماية حدودك الشخصية. لازم تكون انت الشخص اللي بيدير حياتك. لو كنت مشغول او عندك اسباب لعدم تلبية الطلب ده، لازم تكون صريح. وضح وقول انا مقدر مشاعرك بس انا مشغول جدا. المهم هنا انك تكون واثق ان مش كل طلب لازم انفذه للناس، especially لو ده كان على حساب راحتك النفسية او حياتك الشخصية. مفيش حد ليه الحق انه يضغط عليك باستخدام اي مشاعر ضدك. في النهاية لازم تفكر ان التلاعب بالذنب ده هو حيلة نفسية خطيرة جدا، ولو فهمت الحيلة دي هتقدر تحمي نفسك منها. خليك دايما واعي للحيل النفسية اللي بتتعمل عليك ببساطة، ويكون عندك حدود واضحة لشخصيتك. لو عايز تعرف اكتر عن الحيل النفسية اتفرج على السلسلة دي.